إبستين لسه عايش؟ ومش بس كده، ده في ناس بتقول إنها شافته في تل أبيب، وحتى مايكل جاكسون. كلنا عارفين إن تاريخ وفاته 2009. طب إزاي في رسائل بتقول إن كان في تواصل سنة 2014؟ وده مش كلام من عندي، ده من ضمن الوثائق اللي طلعتها وزارة العدل الأمريكية. غير كده، حتى البنت المكسيكية طلعت وفضحتهم إنهم بياكلوا لحوم البشر وبيشربوا دمهم. وكمان في سيدة أعمال إماراتية خدت 3 قطع من كسوة الكعبة وودتهم هناك. فده يخلي ناس كتير تسأل، هو في إيه بيحصل؟ ده غير الكلام اللي بيتقال عن طقوس وقرابين. مين ورا كل ده؟ هل جيفري إبستين هو اللي بيحرك اللعبة؟ ولا هو مجرد أداة لشخص أكبر منه بيتحكم في الكل؟ طبعاً في ناس كتير عارفة إن جيفري إبستين كان فقير من أسرة فقيرة. سيبك من كل الكلام ده، أنا هقولك الجديد. الراجل ده كان مجند من إسرائيل إنه يمسك على كل زعماء الدول فضايح عشان المخطط بتاعهم يحصل. طب هتسأل نفسك سؤال، ليه الناس دي ومشاهير العالم كانوا بيعملوا كده؟ طبعاً الإجابة هي السلطة والقوة والنفوذ والمرض النفسي والجهل. طب لما تيجي تقول له هنشرب دم البشر عشان يحافظوا على عمرنا ونعيش أكتر بما يسمى إكسير الحياة، طبعاً كل ده غلط. هم كانوا بيعبدوا الشيطان، في منهم بيروحوا بمزاجهم وفي منهم اتكشف عليه فضايح، فلازم لما يطلبوا منك تخش معاهم في طقوس شيطانية تكون مجبر على ده. وكان في بنت من مكسيك موديل دعوها هناك تيجي واتصدمت إنهم بياكلوا البشر زي ما انت هتشوف. بعد ما شفت، أحب أقولك إن الفيديو ده قديم، والإعلام ساعتها قالوا إنها تعاني من اضطرابات نفسية مجنونة، يعني دخلت مصحة نفسية وفجأة اختفت من جوه المصحة ومحدش يعرف راحت فين. وموضوع هند العويس اللي اشتغلت بعد كده مستشارة أولى في مكتب الرئيس في الأمم المتحدة ممثلة للإمارات، ظهر تسريبات ليها مع إبستين وهي في طيارة. طب انت قولي، دي امرأة عربية، ليه تروح هناك وتقابل واحد زي ده؟ هيقولك بيزنس. هو ده الطريق اللي كان المخطط يحصل عن طريقه، سياسة السيطرة على كل شخص بطريقة معينة. ما هند دي مسؤولة في الإمارات من ضمن حقوق الإنسان، وظهر فيديو ليها وهي بترقص مع إبستين. في الآخر الحقيقة لسه مش واضحة، مين اللي ورا كل اللعبة دي؟ مين اللي مسيطر على كل حاجة؟ وإبستين كان مجرد شخص ولا وجه لحاجة أكبر؟ الأسئلة دي لسه من غير إجابات، والملفات لسه مخفية، والمفاجآت لسه جاية. فركز كويس، لأن اللي هتشوفه بعد كده ممكن يخلي كل حاجة تتقلب. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب لنا كومنت بكلمة حلوة أو رأيك في القصة. إحنا دايما بنحب نقرأ تعليقاتكم ونعرف رأيكم.